طيب الشيخ حازم الحقيقه قال لك من اليوم سوف نتحرك. يعني ادي الكلام اللي حضراتكم سمعتوه. هو شايف انه من اليوم سوف يتحرك، ده على مساء الجمعه، وانه هيملأوا الشوارع من ميدان التحرير وحتى المش عارف ايه. فالسؤال من هم اللي هم هيتحركوا؟ ده واحد. قال لك لن ننتظر الحاكم او من معه، فاحنا هنتحرك. تنتظر الحاكم عشان يقوم بالايه؟ ده سؤال يا شيخ حازم، يا استاذ حازم. تنتظره يقوم بالايه؟ ومش هتنتظره يعمل الايه، فانت اللي هتقوم بهذا الدور، انت ومريدينك واتباعك واصدقائك ومحبينك وغيره. وضح. الشيخ حازم الحقيقه دائم الكلام حول تحركات وما الى ذلك، وهو اول واحد في الدنيا ما بيظهرش. يعني شبان ومريدين ومحبين الشيخ حازم او الاستاذ حازم بينزلوا. فين الشيخ حازم؟ مرة عنده كرامب، ومرة تليفون فاضي، ومرة نسي الشاحن، وجو الحقيقة مش مفهوم. فنرجو. وبعدين لما بيجي حد يقرب بيفك على طول. الدكتور حازم بيطلع، الشيخ حازم بيطلع يجري، بيركب العربية ويفلق. فين الجهاد؟ فين الشجاعة؟ ألست رجلا صنديدا؟ يعني أنت هتتحرك ولا هم هيتحركوا؟ هل تقف في وسط الجموع أم أنك تنظر في المؤتمر وكل سنة وإحنا طيبين وخالتي وخالتك؟ حاجة شديدة الغرابة. فأنا برضو عايز أعرف شكل التحرك اللي بيدور في ذهن حازم صلاح أبو إسماعيل ومناصريه، أو اللي هو بيدعو ليه أنصاره وأتباعه وأحبائه، إيه؟ هل هو بقى تحرك شبه 5 ديسمبر الاتحادية؟ لو كده يتجاب. هيخوفكم بقى حازم صلاح ابو اسماعيل ويقول اصل انا همشي الوزير وهذا الشخص وهروح احاصر اسم الدقي. لا، ده انا مش هحاصر اسم الدقي. الجو اللي بيتعمل ده، ما تقول لنا يا دكتور مرسي انت رئيس ولا انت مش رئيس؟ ولا انت رئيس على ناس وبتيجي عند حازم صلاح ومش رئيس عليه؟ ما انا مش فاهم. دي حاجه غريبه. الناحيه الثانيه، لن نسمح للحكومه ان تلتزم بمبادرات. انت مالك؟ حازم صلاح ابو اسماعيل عين نفسه ايه؟ عين نفسه ملة على مصر زي الملالي اللي موجودين؟ عين نفسه واحد من آيات الإيرانيين؟ عين نفسه قيم على الحكومة وعلى الدولة؟ لن نسمح للحكومة بأنها تلتزم بالمبادرات. انت مالك انت؟ الحكومة تلتزم، الحكومة ما تلتزمش، انت كل اللي ليك خطاب سياسي. لكن لن نسمح طب الحكومة يا عم هنفترض انها تلتزم بمبادرة من المبادرات اللي خرجت، هتعمل انت ايه يعني؟ هتروح تحاصر الحكومة ولا هتشيل الحكومة؟ بما انك انت اللي كنت داعي الى اقاله احمد جمال الدين من منصبه كوزير للداخليه. وبالمناسبه دي، وفين احمد جمال الدين صحيح؟ يعني الواحد فعلا بيسال احمد جمال الدين فين؟ هذا الرجل اللي رفض انه الداخليه تتحول الى عصا في ايد السلطه. هذا الرجل اللي رفض يبقى حبيب العدلي. فين؟ ده سؤال مهم حقيقي يعني. المهم، حازم صلاح ابو اسماعيل بيتكلم بالخطاب العنيف المرعب بتاع وحتى ان تدحرجت جماجمنا. يا مولانا، يا عمنا، يا استاذنا، يا شيخنا الجليل، جماجم ايه؟ ايه الجو ده؟ انت بتتفرج على انهي افلام؟ والله بتكلم جد. جو الجماجم ده بيفكرني بتوم هانكس في فيلم انجلز اند ديمونز، اما وقع جوه الحفره فمشي على طريق الجماجم. ده مش مفهوم. هل هذا هو الخطاب اللي انت اتعلمته عن طريق ان انت راجل متدين وورع؟ تدحرجت جماجمنا؟ انا بصراحه ما سمعتش رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام بيتكلم عن تدحرجت جماجمنا، ولا في اي خطاب للترويع. يا راجل، ده في فتح مكه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في فتح مكه داخل، المفروض ان هو داخل على ايه؟ على عبده الاوثان والاصنام. فيسأل ماذا أنت فاعل بنا؟ فيجيب الرسول الكريم أخ كريم وابن أخ كريم. ده الراجل كان بيأمن عليه الصلاة والسلام. من دخل الحرم فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان الذي لم يشهر إسلامه كان وقتها لحد فتح مكة وحصارها فهو آمن. ده الكلام. لكن عادي، ماشي يا شيخ حازم، الحق مش عليك، الحق على اللي سايبك بصراحة.